بيع جواز سفر الرئيس الراحل انور السادات. في اليومين اللي فاتوا كان في موضوع في ناس كتير بتتكلم عليه، واللي هو ظهور جواز سفر الرئيس الراحل انور السادات في واحد من اكبر المزادات الامريكيه. فهي يا سيدي قصه جواز السفر اللي عمل جدل كبير في مصر، وازاي اصلا وصل للمزاد، وكمان ايه رد المسؤولين في مصر على القصه دي، وكمان ايه رد اسره السادات نفسها على قصه بيع جواز السادات في مزاد علني. كل ده هنشوفه في الفيديو النهارده، فخليك معايا. وبداية الموضوع يا سيدي تبدأ من يوم 22/2 سنة 2023، واللي تم فيها الإعلان عن بيع جواز السفر بتاع الرئيس أنور السادات مقابل 47,500 دولار، يعني حوالي 1.5 مليون جنيه مصري. وصلت المزادات يا سيدي أعلنت عن بعض تفاصيل جواز السفر عشان تثبت إن هو سليم ومش مضروب أو مش مزور، زي مثلا يا سيدي تاريخ إصداره. تم إصدار جواز السفر في مارس 1974 وفضل ساري لسنة 1981، وجواز السفر مكون من 48 صفحة ومكتوب باللغة العربية واللغة الفرنسية. لكن صالة المزادات ما اعلنتش لا مين هو الشاري ولا مين هو البايع. والجواز ده مهم يا سيدي لأن هو كان ساري في الوقت اللي رئيس السادات راح إسرائيل سنة 77، وكمان كان ساري في الوقت اللي هو راح فيه الولايات المتحدة وقابل جيمي كارتر والتوقيع على اتفاقية كامب ديفيد. طب ازاي يا سيدي هو أصلا وصل لأمريكا وظهر في المزاد واتباع كمان؟ شوف يا سيدي، مقتنيات الرئيس السادات موجودة في مكتبة الإسكندرية وفي القرية الفرعونية وفي متحف ميتا بالكوم، لكن المسؤولين في مكتبة الإسكندرية نافوا القصة دي خالص، وقالوا إن إحنا جواز السفر ده ما كانش موجود من ضمن المقتنيات اللي إحنا أخدناها واللي إحنا مسجلينها. طب ماشي يا سيدي، مين برضه اللي طلع جواز السفر ده ووداه أمريكا؟ وحتى أسرة السادات يا سيدي نفسها ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده. رقي السادات طلعت وقالت إحنا ما عندناش أي تفاصيل عن قصة جواز السفر ده، لا مين اشترى ولا مين باع ولا مين وصل اصلا لقاعة المزادات، وطالبت انه يكون في رد من المسؤولين في مصر. برضه نرجع، مين اللي طلع جواز السفر ده ومين اللي اخذ ثمنه؟ وعلى فكرة يا سيدي جواز السفر ده كان معروض برضه في 2013 مقابل 50,000 دولار، لكن البيعة ما تمتش ساعتها، ولغاية دلوقتي ما حدش يعرف لا مين اللي طلعه بره ولا مين اللي باعه ولا مين اللي اشترى ولا مين اخذ ثمنه. ومن ضمن الحاجات برضه اللي اتباعت قبل كده ومحدش يعرف ازاي، الطيارة الرئيسية بتاعت الرئيس السادات واللي راح بيها لاسرائيل، دي اشتريتها اسرائيل في 2011. ودي يا سيدي برضه نفس الطيارة اللي استخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي لما زار البحرين. وبكده يا سيدي كون انت عرفت شوية معلومات عن قصة بيع جواز السفر بتاع الرئيس السادات. سلام.